شوية محشي ورق لفت بالمرتة روعة. ودي البطاية العسل دي محشي ورق لفت بالمرتة، ريحة المحشي تحفة حلوة قوي. المقادير بالكوباية وبالمعلقة. اللي ما عملتش المحشي لأول مرة والأول مرة هتعمله هيبقى معاه ناجح وزي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنشوف مع بعض ازاي عملنا محشي ورق اللفت بالمرتة. البطاية كمان العسل اللي شفتها في أول الفيديو. شوية محشي ظبط تحفة. للي ما عملتش محشي أول مرة تعمله هتعمله إن شاء الله وهيبقى زي الفل، لأن احنا معاييرنا النهاردة بالكوباية، سواء في الرز او في المية، وكمان التوابل بالمعلقة، يعني كله معايير معروفة ومظبوطة، وان شاء الله تعمله كأنك عاملاه كام مرة قبل كده. هنبدأ بالمحشي. معايا حلة على البوتاجاز وهنحط فيها كوباية الا ربع زيت. المحشي بيحب الزيت عشان ما يبقاش شايط، ما يشيطش ويبقى طعمه مش حلو. المحشي من الحاجات اللي بتقبل الزيت. ومعايا طماطم هنعمله بمرتة، لا هنحمر بصل ولا توم ولا حاجة. دي الطماطم اللي بفرزها رغم انها بتبقى لسه يمكن جامدة، في اي وقت بتنجزني. طماطم زي ما قلت يمكن قبل كده في فيديوهات، بضربها في الخلاط واصفها من البذر والقش وعبها في اكياس على كل طبخة على حسب ما هعمل، او الطبخات اللي هعملها يعني. وبحطها في اي وقت بطلعها جامدة او فكت بتنجز وبتنفع. ما اقعدش لسه هضرب في الخلاط ولا لسه. طبعا احنا بنطبخها عشان تدي لون، ولو حطيناها نية على الاكل هيبقى احسن واحسن كمان. ان شاء الله اعمله بعد كده بمرتة تبقى نية. بس الطماطم دي يعني مش حمرا قوي، فقلت اديلها لون لما انزلها على الزيت. هنسيبها تتطبخ ونشوف البطاية العسل دي بقى هنعمل فيها ايه. معايا حلة على البوتاجاز حطيت فيها زيت، حوالي 4 معالق زيت عشان نحمر فيهم البطة. ومعايا ملح على فلفل اسمر. هتبل بيه البطة. الشكل ده بطة من جوه ومن بره. وبعدين اكتفها، بستنى لما الزيت يتقدح قوي. احسن طعم للشوربة للطيور عموما، فراخ بط وز حمام اي حاجة، انك وكمان بيعمل طعم للشوربة قوي البصلة لما تحطها في الزيت مع البطة في الاول، او الطيور عموما، بيبقى احلى طعم لشوربة تاخدها من الطيور. طبعا احنا بنقلب على طول. حمرت عشان ما نغمقش الشوربة، بس مجرد يعني ايه صدمة وتذكير لون مع البصلة. واللي لقيت البصلة هتغمقي منك قبل ما تخلصي البطة، شيليها وحطيها في قلب البطة او الفرخة كده عشان ما تحمرش قوي وتغمق لك الشوربة. احنا كده خلاص البطة عملت لها صدمة من كل ناحية. هنزل عليها بمية باردة من الحنفية. ما تجيبيش او ما تحطيش المية للطيور سخنة. المية السخنة والطيور لسه ما استوتش، الطيور لسه يا رب عملنا لها الصدمة. لو حطيتوا مية سخنة بتظهر بتعمل لها زفارة، تبقى ريحة الشوربة وريحة الطيور بعد كده زفرة، لان البطة لسه نية. احنا يا رب عملنا لها صدمة. وتاخدي بالك من البصلة ما تسيبهاش تتهرى في الشوربة. لما تستوى تشيليها عشان يبقى خلاص نزلت نكهتها في الشوربة وما عدناش محتاجينها، عشان الشوربة تبقى نظيفة ما يبقاش فيها بصل متقطع. ولا ما نحطش للشوربة الا الملح، ما بنحطش حاجة الا لما نشيل الريم الاول. نزودها كمان شوية مية عشان المية تبقى طايلة البطة. وهغطي عليه لما تغلي والريم يبدأ يظهر هنشيله ونحط باقي التوابل. كده خلاص الطماطم
اتسبكت اهي. هنزل عليها بمعلقتين صلصه. دي الصلصه اللي عملتها في الفيديو على القناه. طبعا زي ما انتم شايفين احنا ما حطيناش اي حاجه للطماطم غير الصلصه الوقت. حط معلقه سكر، معلقه صغيره. دي صلصه ل4 كوبايات رز. هنشوف باقي المقادير ونشوف بعد كده هنعمل ايه. الريم بدأ يتكون اهو. دي طريقه الطيور الصحي يا جماعه، جربوها وهتشوفوا طعم الشوربه وطعم الطيور بالطريقه دي. جربوا الطريقه دي لما الطيور تدي لها الصدمه الاول في الزيت مع البصل، بصله بحالها بتبقى ريحتها حلوه جدا. والميه اللي بننزلها عليها او الميه اللي بنحطها لها بعد الصدمه اللي بنعملها بالزيت ميه بارده من الحنفيه. متحطش ميه سخنه. الميه السخنه مع الطيور بتعمل لها زفاره وبتعمل الشوربه زفاره برضو. كل ما يطلع ريم بنشيله. شلت الريم اللي على البطه كله وخلاص. الشوربه زي ما انتم شايفين بقت زي الفل اهي. هحط لها التوابل وهي 4 حبايات او فصوص حبهان ومعلقه من معلقه التوابل فلفل اسمر. دي التوابل اللي بتحط للطيور، اللي احنا بنحطها للطيور. البصله مع التحمير في الاول، ولما بنحط لها الميه بنحط الملح، ولما بنشيل الريم بنحط الحبهان والفلفل الاسمر وبنغطي عليها ونهدي عليها لما تستوي. يعني جربوا الشوربه بالطريقه دي وبدون اي اضافات تانية، هتاخدوا احسن شوربه باحسن طعم. هنشوف المحشي ومقاديره بعد ما طبخنا الطماطم. معانا اهي وضفنا لها الصلصه ومعلقه سكر. معايا 4 كوبايات رز غسلاهم. رز المحشي ما بيتنقعش، سواء هتعمليه على بيات او هتعملي في وقتها على طول. يعني هتطبخيه على طول او هتبيتيه، ما بيتنقعش في ميه. رز المحشي بتغسليه وتصفيه من الميه على طول. هنزل عليهم بمعلقه ونص ملح، معلقه مسح كمون، وزيها كزبره ناشفه، كزبره، ونص معلقه فلفل اسمر. في حد ما بيحطش الفلفل الاسمر والثوم على المحشي، بس الفلفل الاسمر بيعمل للمحشي ريحه كانك طبخاه بشوربه، والثوم بيعمل له ريحه حلوه جدا. وهحط ربع معلقه شطه، ودي اختياري بقى، اللي يحب الشطه يحطها واللي ما يحبهاش ما يحطهاش. حزمتين شبت وكزبره. ده شبت انا مفرزاه، ما بتضغطي عليه كده في الكيس تفككيه وتنزليه على الرز عشان ما يسودش. لو طلعتيه قبلها بفتره بيسود. انت بتخرجيه قبل ما تحشي على طول، بعد ما بتجهزي كل حاجه عشان تنزلي عليه الصلصه ما يسودش. معلقه كبيره برضو توم، اللي ما بيحبوش التوم يجربوا على المحشي. وبصله كبيره متقطعه زي ما انتم شايفين كده. هنخلط كل المكونات. مقاديرنا كلها بالكوبايه. اللي ما عملتش المحشي قبل كده هتعمله كانها عاملاه بقالها سنين. ريحه الخلطه حلوه جدا. هننزل عليهم بالصلصه وهنخلط الصلصه بباقي المكونات. كمان حوالي معلقتين زيت، لان حاسه ان الزيت قليل، والزيت لما بيكون قليل المحشي بيشيط. دي خلطه المحشي اهي بعد ما جهزت. ومعايا ورق لفت مفرزاه، ومعايا الحله اللي هحشي فيها بطنتها بورق كرنب، والبصل اللي طالع من البصله اللي قطعتها للمحشي. ورق الكرنب ده زي ما شفتوا في الفيديو بتاع تفريز الكرنب والخضروات اللي قبل رمضان، بيبقى فيه ورق اخضر في الكرنب اللي ما ينفعش يتحشي. بغسله واسلقه واحطه في كيس لاي محشي. بعد كده بخرج منه وابطن الحله عشان المحشي ما يتحرقش. ريحه الخلطه تحفه، مقادير مظبوطه جدا. هنبدأ في المحشي. ممكن قوي الورقة لما بنيجي نحشي بنقلب الورقة، بنخلي الوش بتاع الورقة اللي بيلمع ده بره، والظهر اللي يبقى كله عروق يبقى جوه، عشان المحشي يبقى شكله حلو. وكمان لما بتبقى الجهة الناعمة بره بتخلي المحشي يفك من بعضه ويبقى حلو. ممكن او اخد بايدي وممكن بمعلقة واعمل كده اهو.
دي محشية اهي اهو. ممكن تاخدي بايدك كده اهو اهي، بس انا بوريك الطريقتين. ممكن تاخدي بايدك وتاخدي بالمعلقة زي ما بعمل الوقت، والاتنين حلوين وبيمشوا ان شاء الله. اللي ما حشتش قبل كده حاجة بحاجة ايدها بتاخد على المحشي وبتبقى سريعة فيه كده اهي. اهو، ودايما حافظي على اول سطر في الحلة واخر سطر يبقى الورق بتاعه سليم وحلو، ما يتفكش منك. ورقة صغيرة كده يعني ممكن تبقى مش جايبة المحشي قوي، دي ممكن تحطها في النص مش مشكلة، لكن اول سطر واخر سطر تبقى الورقة كبيرة وتوفي المحشية اللي بتحشيها. اول سطر واخر سطر هو اللي بيلم الحلة ككل. وكمان احرصي على ان انت ما تطلعيش رز في المحشي من بره، يبقى المحشي مفيش عليه رز، ده كمان بيخلي الرز مفلفل وما يبقاش معجن كده. قلت على كل الحاجات اللي ممكن تطلع لك محشي ظبط. زي ما انتم شايفين كده، ده اول سطر، شوفوا الوش بيلمع ازاي، وكمان مفيش رز، والورقه بتبقى سليمه، بتبقى المحشيه شكلها حلو. ومقاديرنا كمان للمحشي النهارده اللي ما عملتوش خالص وهتعمله لاول مره هتعمله بقلب جامد، هتطلع لك المحشي ان شاء الله طعم وريحه. وان شاء الله لما نحشيه هنشوف الميه اللي هنحطها له بالكوبايه برضو عشان تظبط معاكي، وهنشوف طريقه التسويه باذن الله. دي ميه بجمعها لما بكون عامله كميه طماطم كتيره، وبضربها في الخلاط واصفيها، الم اللي بيطلع في المصفى وانزل عليه في الخلاط تاني ميه واحطه ياخد حمارة اللي طلع ده، واصفيه وعينه في كيس في الفريزر. اسوي بيه اي حاجه، بصلصه محشي قراميط اي خضار. وحطيت هنا 3 كوبايات بدي، هنزل كمان كوبايه وده نص، وانسي المحشي بقى. 4 كوبايات ونص ميه شوربه زي ما تحب، هيطلعوا لك احسن محشي مفلفل وزي الفل. 4 كوبايات ونص، وعلى نار عاليه وتغطي عليه وتسيبيه يغلي. ده المحشي بعد 10 دقايق على النار العاليه. هنوطي النار عشان المحشي من النص يستوى والميه ما تنشفش قبل ما تستوي. وده المحشي بعد ما نشف على نار متوسطة نقلته على العين الصغيرة وهديتها عشان الحلة من النص تستوى كويس وتتلدن، عشان الجناب دايما بتنشف وبتتلدن قبل الحلة من النص. طبعا زي ما قلت في الأول وزي كعادتي لازم ليا لقطة كده ما افتحش الكاميرا فيها. الكاميرا ما نسيت افتحها وانا بحط المية، ونسيت اوريهولكوا قبل ما احط المية وبعد ما حشيته وخلصته. المحشي ال4 كوبايات رز خدوا 4 كوبايات ونص مية، ما عدا طبعا الكوسة والفلفل والبدنجان واللي هو المحشي المشكل ده، طبعا بيبقى ده له نظام تاني، بنقلل المية شوية لان الخضروات دي بتنزل مية، فبتبقى فيه مية زيادة، فما ينفعش نحط لها زي الليفت وزي الكرنب برضو ممكن نقلل شوية. محشي الليفت النهاردة عملت 4 كوبايات رز خدوا 4 كوبايات ونص مية، و10 دقايق على نار عالية. وبعد ال10 دقايق بنوسطن النار لما المحشي ينشف، وبعد ما ينشف بنهدي النار عشان يتلدن وخصوصا من النص، وبنوسطن النار عشان المحشي يستوى قبل المية ما تنشف. معايا صينية زي دي ومعايا معلقة سمنة، يا دوب فكتها بس على النار، ما قدحتهاش ولا حاجة، يا دوب فكتها. هدهن الصينية دهنة بسيطة كده، هجيب البطة وادهنها كويس
انا مشغله الفرن على نار عاليه جدا، ولما ادهنها هحطها بالصينيه على ارض الفرن على نار عاليه. احنا عايزينها تحمر مش تستوي. ويمكن تلاحظوا ان البطه يعني شايلين الجلد بتاعها، ما بنحبش الجلد فبنشيله، وبنسيب جزء من الدهن او السمانه اللي بيبقى في الطيور عشان يعمل شوربه حلو ويخلي ريحتها حلوه الشوربه، يعني متبقاش صيطه قوي كده، لكن بنشيل الجلد. هندهن كده كل حته في البطه، وهحطها على ارض الفرن على نار عاليه. لما تحمر من تحت هرفعها تحت الشوايه عشان تاخد لون من فوق. هحطها في الفرن وان شاء الله بعد ما تخرج هنشوفها مع بعض. وده المحشي الرز يا جماعه، محشي مفلفل وزي الفل. ده المحشي اهو، ان شاء الله زي الفل. شوية محشي ورق لفت بالمرتة روعة. ودي البطاية العسل دي انا حمرتها في الفرن من تحت بس ما شغلتش الشواية. لما احمرت من ناحية حمرتها، طبعا هي بيبقى لونها غامق شوية عشان ما فيش عليها جلد. زي ما قلت في الاول احنا بنسلخ الجلد ما بنسيبوش، ما بنحبوش. وده كان فطار يوم من ايام رمضان، محشي ورق لفت بالمرتة. ولو عايزة تقلي تحطي البصلة وتحط عليها الزيت كوباية الا ربع، لما تصفر تحط عليها معلقة الثوم وتنزلي بالطماطم وبعدين الصلصة ومعلقة سكر. لكن انا ما عملتش البصلة، ريحة المحشي تحفة حلوة قوي. وطبعا انا قلت من الاول المقادير بالكوباية وبالمعلقة. اللي ما عملتش المحشي لاول مرة والاول مرة هتعمله هيبقى معاه ناجح وزي الفل. فطار يوم من ايام رمضان، وكل سنة وانتم بألف خير. محشي ورق لفت بالمرتة وبطة. يا رب الطريقة والمقادير تعجبكم. الملح ظبط المحشي ما شاء الله. المحشي بس تعلى عليه زي ما قلت من الاول 10 دقايق، وبعد ال10 دقايق زي ما تتبعي الخطوات اللي قلت عليها ما شاء الله زي الفل. والمقادير ظبط، ملح وتوابل وشبت وكل حاجة. لو يعني ممكن تزودي الزيت، شوفوا ما الزيت سبحان الله كوبايه الا ربع، تزودي الزيت كمان شويه. بس هو كده بالنسبه لي حلو قوي، بس ما شاء الله زي الفل ما شاء الله. شويه محشي لوز زي بنقول محشي عسل. يا رب الفيديو يعجبكم، وكل سنه وانتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في اللقطه دي كان المغرب أذن واكلت بلح وشربت ميه، عشان كده كنت باكل المحشي.